بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله. اهلا بكم في مطبخنا. هنعمل دلوقتي طريقة عمل الطعمية او الفلافل المصرية. معايا نص كيلو فول مدشوش ومنقوع، معايا بصلتين متوسطين وخضرة شبت وكزبرة وكرات والبصل متقطع، ومعاهم حوالي 7 فصوص توم، والفول منقوع من بالليل لغاية الصبح. هنزل بيه كده في الكبة. يبقى الخضرة عندي شبت وكزبرة وكرات نص حزمة، وعندي بصلتين متوسطين 2 عدد بصل متوسط، وهحط عليهم معلقة ملح واضربهم في الكبة. المتوفر عندك ان كان الكبة او الخلاط او مكنة الفرن متاح عندنا. واهلا بيكم، ياريت لايك وشير وسبسكرايب. اول مرة تشوفيني ياريت اسمع منك تعليق، لايك وشير وسبسكرايب في مطبخ شيزان تاج-الدين، ويا رب النول يعجبكم. دلوقتي هطحن الفول كويس، هفرمه جامد. ما تيجي تسويه بتديله حوالي ربع معلقة كربوناتو حسب عدد الافراد. هو النص كيلو برمي معانا كمية كويسة، وتشيليه في الفريزر في اكياس. هنا تطحنيه كويس وتنزلي الاطراف بالمعلقة. تضربي جامد الفول، نعميه كويس. الفول تفرميه وتنعميه كويس كده. خلاص هي عملت حوالي قد ايه، اضيف معلقه ملح معايا. لما تيجي تعمليه تعملي الطعميه في زيت مغمور، وكمان تضيفي لها ربع معلقه كربوناتو. لو مش هتضيفوا كربوناتو ممكن بيضه، لو ما بتحبيش البيض بتضيفي معلقه كربوناتو صغيره كده. خلصنا نعمت خالص. هنكيسها في اكياس، او اللي عندك علب او اي حاجه كده. عملت معايا كميه كويسه. وكل سنه وانتم طيبين، واول مره تشوفينا لايك وشير وسبسكرايب، وان شاء الله اشوفكم في فيديو جديد باذن الله. مع الف سلامه. كل سنه وانتم طيبين. مع الف سلامه، واشوفكم في فيديو جديد باذن الله مع وصفه جديده، ويا رب النول يعجبكم. مع الف سلامه، اشوفكم على خير.